السلام عليكم. نبداو بخصوص الإصابة ديال نوفل الزرهوني. اليوم بعد ما دارولو الفحص تبين أن الإصابة عنده لا تدعو للقلق، وخا هكاك غادي يغيب واحد العشر أيام، يعطي رجلو الراحة. هذا هو اللي كاين. تقريبا غادي يغيب عن البطولة واحد 3 المباريات ولا 4، وعاد غادي يرجع. نتمنى أنه نوفل يرجع أحسن مما كان إن شاء الله. والمباراة المقبلة ديال حسنية أكادير ما يكونش فيها نوفل الزرهوني، ما يكونش فيها أدم النفاتي، فيما غادي تعرف المواجهة عودة موهوب. صراحة الجمهور ديال الرجا خصو يحاول على الرجا في هاد الفترة، وخصو يساند الفريق على عكس أنا كنشوف. هادي هي الخبرة ديال الناس اللي ما عندهمش البطولات، اللي كتفتقد التنافسية ديال البطولة. صافي هاد الوقيتة بنادم خصو يكون الدعم من جميع الأطراف. ميمكنش أن واحد رجاوي خدام في واحد شوف طيفي بالمعلم أنه كيمشي كيسيري في الرجا، كيقولك اسيدي المدرب غيمشي كدا من هنا، واخا يكون فري غادي يمشي غدا ما خصكش واخا انه راه المدرب ما غاديش يمشي، يقدر يمشي حتى نهاية الموسم، ولكن هاد الاشاعات وهاد الهضره كتاثر على الفريق. ما كاينش شي رجاوي دابا يبغي ياثر على الفريق، بخصوص بعض الصفحات اللي انها كتهاجم المقعاصي. المقعاصي دار واحد الخطا ولا جوج في المباراة، ماشي راه دار مباراة سيئة. على العكس انا بعدا كنشوف انه عطى كرات مفتاحية بزاف، وهو كيعرف يخرج كرة احسن من المبارك. لهذا حتى المدرب راه ما خرجش المقعازي وخرج مبارك. يعني المبارك كيتقل في الكرة، وشحال من خطرة كيزعموا عليه اللاعبين ديال الاخر وكيديو له كرة من رجليه وكيضحك كونطر. لهذا مهم نتمنى ان الجمهور الدراجة واللاعبين القدام الدراجة يدعموا الفريق، يدعموه في هذه الفترة الصعبة، ماشي يهاجموه ويهاجموا اللعابة ديالو ويهاجموا المدرب. هاد الفترة ماشي ديال المهاجمة، هاد الفترة ديال التآزر، لأن المقابلات القادمة دراجة صعيب. جاب الله بعدا عندنا مباراة سهلة مع حسنية، مع الزمامرة. مباريات كوميم صراحة الرجاء تستاهل فيهم انتصار، وخا يلعبوا بدوزيام ايكيب خصها تنتصر، ما عندهمش صراحة العذر. لهذا في هذه الفترة كتمراو كنتمنوا للرجاء التوفيق ان شاء الله، وشكرا لكم. وما تنساوش دعمونا بجيم والاشتراك، وشكرا.